اوعى تشتري عقار للاستثمار مش عارف هيكسبك قد ايه. ركز معايا علشان قرارك الصح هيحدد لك مستقبلك المالي. تقييم العائد الاستثماري لاي عقار لازم يبقى مبني على ارقام واضحه مش مجرد تخمين. عشان كده لازم نركز على كذا حاجه. العائد الايجاري السنوي، قسم اجمالي ايجاري السنوي على سعر العقار وهنضربه في 100. النسبه دي هي العائد الايجاري بتاعك، كل ما زادت كل ما كانت نسبه استثمارك اقوى. معدل زيادة الأسعار، بص على المنطقة اللي بتشتري فيها، هل الأسعار بتزيد فيها سنويا؟ لو متوسط الزيادة من 15 ل 20% فدي إشارة إن استثمارك هيحقق أرباح لما تيجي تبيع. التكاليف المخفية، العائد مش بس الفلوس اللي هتكسبها لكن وكمان اللي مش هتخسرها. احسب رسوم الإدارة العقارية، الضرايب، الخدمات، الصيانة عشان تقدر تحدد ربحك الصافي. نقطة الخروج، العقار مش مجرد شراء، هل لما تيجي تبيع الموضوع هيكون سهل؟ هل السوق في المنطقة مستقر؟ لازم يكون عندك خطة واضحة للخروج بأفضل مكسب. الاستثمار العقاري مش لعبة حظ، لازم دراسة وتحليل. لو بتدور على فرصة استثمار دلوقتي اتواصل معانا وهنرشح لك أقوى فرص عقارية. يلا مستنيينك.